السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في كتير منكم قبل كده بعت لي برايفت حابب يعرف ازاي نخلص الانجليزي بسرعه وازاي ننجز فيه، خاصه ان الوقت خلاص ابتدى يقرب على الامتحانات. فانا حبيت اوريكم ازاي الانجليزي ممكن يتذاكر كويس في 4-5 ايام ونضمن 95% من الامتحان. بما ان كومنتات كتير ورسائل كتير جت منكم ومرحبه جدا بالموضوع ده، فخلينا نبتدي. احنا الانجليزي متقسم عندنا 12 يونت، كل يونت منهم متقسم فوكابلريز ومتقسم جرامر ومتقسم اكسبريشنز. بما ان الامتحان اغلبه ام سي كيو، فاغلب الاسئله هتبقى جايه في الجزئيات دي، بمعنى ان انا لو كل يونت ركزت على الفوكابلريز والجرامر والاكسبريشنز كده انا خلصت اليونت ده. اما الستوري فمتقسمه ايفنتس، احداث، ومتقسمه فوكابلريز برضه. يبقى انا كل يونت لازم اطلع منه بالحاجات دي، وكل شابتر في الستوري لازم اركز على النقطتين دول. ازاي بقى نلم الكلام ده في 4 ايام؟ اول حاجه دي 1 هنشتغل 6 يونتس، كل يونت هياخد ساعه ونص ساعتين، خلاص ماكسيمم ويكون خلص حلو قوي. هنشتغل بسيستم معين هقول لكم عليه بالتفصيل دلوقتي. دي 2 هنشتغل 6 يونتات برضه. دي 3 هنشتغل على ال 12 يونت اللي احنا خلصناهم، هنعمل لهم ريفيجن، وبعد كده هنشتغل في الستوري. دي 4 هنشتغل نحل امتحانات. لو في اي حاجه فلتت منك ساعتها ممكن تشتغل دي 5 في حاله ان في اي حاجه اثرت منك، جزئيه انت ما ذاكرتهاش كويس او عايز تبص عليها تاني، هنذاكرها في دي 5. السيستم اللي انا هوريه لك هينجز معاك وهيساعدك، بس خليك فاكر ان هو مجرد سيستم وطريقه، هو هيساعدك تنجز وتخلص، بس انت اللي هتذاكر وانت اللي هتحفظ الكلمات وانت اللي هتراجع الجرامر. كل الحاجات دي انت هتعملها بنفسك، بس انا هوريك الطريق. لو انت مذاكر قبل كده الانجليزي او مخلصه مره او مرتين قبل كده هيفرق معاك جدا. مش هتحتاج 3 4 5 ايام، انت هتحتاج يومين بس وتخلص كويس قوي. لكن لو انت ما ذاكرتش الانجليزي خالص قبل كده او مذاكره 50% مثلا، انا عامل تعديلات وتويكس في السيستم ده بحيث تساعدك تخلص برضه. ان شاء الله الطريقه دي هتساعد اللي خلص مره ومرتين، وهتساعد اللي خلص 50%، وهتساعد برضك اللي لسه بيبتدي وبيحاول يشوف الانجليزي ده ايه. دلوقتي انا هفتح يونت وهوريكم ازاي نشتغل فيه واحده واحده، وازاي نبص على الفوكابلريز وايه الجزئيات اللي نحلها، وايه الجزئيات برضك اللي مش لازم نضيع فيها وقت ونفوتها. هناخد يونت 7 كمثال. انت دلوقتي هتذاكر مذاكره واحد عايز يلم المنهج بسرعه وبشكل كويس، في حاجات معينه لازم تخلي بالك منها، ولازم في نفس الوقت تذاكر بذكاء. دلوقتي هنشتغل يونت 7. اول حاجه اليونت متقسم كذا الاسم. الفوكابلريز اكيد في كتير منها عدى عليك قبل كده، يعني الانجليزي اغلبه بيكون تراكمي، فانت دلوقتي لما تيجي تذاكر قدامك حلين: يا اما تداري الجزئيه الكلمات العربي، يعني مثلا انا هداري الكلمات العربي وهبتدي اقرا الكلمات الانجليزي واترجمها بنفسي، او العكس، او ان انا هداري الكلمات الانجليزي واقرا الكلمات العربي واترجمها انجليزي. طريقتين ينفعوا. انا شايف الافضل دلوقتي ان انت تبص على الكلمات الانجليزي وتحاول تعرف ترجمتها، لان ده في الامتحان هيفيدك اكتر. انت يهمك ان انت تشوف الكلمه وتعرف معناها وتبتدي تشتغل على اساس كده. فمثلا يعني هنبتدي achieve يعني ينجز، achievement انجاز، administrative شيء اداري، challenge ينافس او يتحدى، combine يجمع، وهنكمل هكذا. حاول تكون سريع. اغلب الكلمات دي انت هتكون شفتها قبل كده اساسا. خلي بالك من الكلمه دي adverb ولا adjective ولا noun. اعرف كل كلمه الادجكتيف والادفيرب بتاعها ايه، لان شكلها هيتغير على حسب وضعيتها في الجمله. يعني مثلا challenge تنفع verb وتنفع noun، في حين لو انت هتقولها كصفه او adjective هتبقى challenging. خلينا نفترض دلوقتي ان في كلمه انت ما عرفتهاش او كلمه صعبه عليك، يعني مثلا sign posting، هنحدد الكلمه دي بقلم احمر كده هتعمل عليها. او في حل تاني هو انك تجيب نوت مثلا وتكتب عليها الكلمه اللي وقفت معاك. في اخر اليوم تقدر ترجع تفر اليونتات كلها اللي انت ذاكرتها وتبتدي تدور على الكلمات اللي انت معلم عليها بالاحمر كده تراجعها تاني، او انك هتشتغل تبص على النوتس اللي انت مسجلها ومسجل فيها الكلمات وتراجعهم مره تاني. انا عايز اقوله لك ان انت مش مضطر تبص على الدرس من اول وجديد، انت بس هتبص على النقط اللي وقعت منك او اللي كانت صعبه عليك، بس مش اكتر. بعد ما انت خلصت الجزئيه الفوكابلريز، الجزئيه اللي ورا كل درس دي انت مش ما عندكش وقت تحلها. الديفينيشنز بيحاول يفهمك كلمات او الفوكابلريز معناها ايه، بيحاول يفرد الفوكابلريز في جمله، فانت تقراهم قرايه بس وتحاول تفهمهم. الجزئيه الاسئله دي مش لازم تبص عليها او مش لازم تحلها، لو انت حلتها قبل كده تمام، لكن دلوقتي مفيش وقت ان انت تبص عليها وتحلها من اول وجديد. الاكسبريشنز او الكولوكيشنز مهمه قوي، لان بيلعب فيها كتير في الام سي كيو، هتلاقي اسئله كتير في الامتحان جات لك على الحاجات دي. يعني مثلا اعرف دو بتيجي مع ايه، مثلا دو اسبورت او دو ويل، جيف ا برزنتيشن، تيك ا بريك، تيك كير اوف. الحاجات دي مهمه قوي اقراها واعرفها. اعرف تيك بتيجي مع ايه، سيت بتيجي مع ايه، امتى احط دو، امتى احط ميك. هيجي لي سؤال في الامتحان هيقول لي مثلا دو ميك وكذا ديسيشن، فانت هتختار المفروض ميك. تبص على الجزئيه دي كويس وتقراها كويس. عايز تحل لك سؤالين 3 عليها مش مشكله، كنوع من تشغيل الذهن مش اكتر، لكن ما تضيعش وقت كتير في ان انت تقعد تحل الاسئله اللي ورا كل جزئيه. هنا كاتب لك الفوكابلري والاوبزيت بتاعها، او الفوكابلري وحاجه تدي ذا سيم مينينج، بص عليهم كويس برضو، بس برضك ما تضيعش وقت في ان انت تقعد تحل اسئله. دي جزئيه الفيرب والناون والادجكتيف اللي انا قلت لك عليهم في الاول اهو. الراجل جايبهم هنا ومقسمهم لك عشان تعرف ان شكل الكلمه بيتغير على حسب وضعيتها في الجمله، سواء صفه او فيرب، فما تتلخبطش انت في الامتحان. برضو لو عايز تحل لك سؤالين 3 على الجزئيه دي مفيش مشاكل. خلاص كده احنا قلنا الاكسبريشنز مهمه جدا، تحاول تقراها كويس وتعود نفسك عليها، ومفيش مانع تحل عليها اسئله. يعني دي حل عليها الاسئله مش تضييع وقت،
لان الامتحان هتلاقي اغلبه في اسئله كتير جايه عليها. وجزئيه الفيرب والبروبوزيشن مهمه جدا لدرجه ان انت لو ليله الامتحان حابب تراجع على حاجه في اليونت تراجع على دي. هنا بيحاول يفهمك المينينج بتاع كل كلمه ويبين لك الفروقات بين كلمتين متشابهتين. يعني الباور ليفتنج فور اكزامبل معناها ان 3 اتمبتس بتعمل الماكسيمم ويت في سكوات وبنش بريس وديد ليفت، في حين ان الويت ليفتنج مثلا انت بتشيل سبيشالي شيب بيس اوف ماتر. يعني دي تختلف عن دي. مثلا امتى تستخدم سكسس وامتى تستخدم سكسسفول. الفوكابلريز والاكسبريشنز بتتكرر معاك. يعني اهو احنا رجعنا تاني تشالنج والفيرب والادفيرب والناون. تشالنجينج اللي قلت لكم عليها في الاول، هنا هو بيحاول يلعب بالكلمه ويديها اشكال مختلفه بحيث تدي ديفرنت مينينج. اخلي بالي من النقط دي كويس قوي لان الامتحان بيجي يلعب في الجزئيات دي. مذاكره الجرامر مطلوب منك انك تكون مرن شويه. في طريقتين، يا اما كل يونت انت هتذاكره هتشوف ايه جزئيه الجرامر اللي موجوده فيه وتبتدي تخلصها وتذاكرها مع مذاكره اليونت، يا اما الحل الثاني هو انك تجمع كل جزئيات الجرامر اللي انت شفتها في اليونتات اللي انت ذاكرتها النهارده وتبتدي تذاكرها في اخر اليوم. وطبعا ده حل افضل. يعني فور اكزامبل اليونتات اللي انت ذاكرتها النهارده فيها باست بيرفكت وبريزنت بيرفكت واف كونديشنز وهكذا. الجزئيات دي تتذاكر بالليل. يعني انت ذاكرت 6 ل 8 ساعات الصبح كويس قوي، خلصت فيهم الفوكابلريز والاكسبريشنز بتوع ال6 يونتات اللي المفروض تخلصهم، وبعد ما خدت ساعتين 3 ريست ابتديت 4 ساعات تخلص بس الجرامر اللي موجود عليك. مذاكره الجرامر تبقى من المكان اللي انت بتفهم منه اكتر. يعني هنا مثلا الكتاب الخارجي شارح الريلاتيف بروناونز بشكل حلو قوي ومتفصل وفي اكزامبلز كمان وعامل نوتس حاجات تخلي بالك منها عشان ما تغلطش فيها، ولو حابب تحل اسئله وراها موجود برضه. لكن لو انت بتستريح اكتر او بتفهم اكتر من الملزمه بتاعه المدرس بتاعك خلاص انت ممكن تنزلها وتبتدي تشتغل عليها. بتكون افضل طبعا في ان هي مجمعه دروس الجرامر ولا بعضها بحيث تذاكرهم مره واحده بشكل اسرع. فالطريقه الاريح بالنسبه لك والاسرع هي اللي تشتغل بيها، سواء هتذاكر من الكتاب الجرامر لو هتذاكره من الكتاب خلاص، يا اما تذاكر من الملزمه بتاعه المستر بتاعك هتكون اسرع وافضل في ان هي مجمعه كله ورا بعض. وخلي بالك ان اهم حاجه في الجرامر هي التنسز، يعني البريزنت والباست بيرفكت والبريزنت والباست كونتينيوس والبريزنت والباست سيمبل، دول اهم حاجه. اول حاجه تتذاكر لازم هيجي فيهم اسئله في الامتحان. بعد ما انت خلصت اليونت كامل وذاكرت الفوكابلريز والاكسبريشنز وراجعت الجرامر بتاعك كويس، انا طبعا قلت لك فوت اغلب الاسئله لان هتضيع فيها وقت. لو انت حللها بدري تمام، لو مش حللها خلاص. لكن التست اللي بيبقى على اخر اليونت ده ما تفوتهوش بقى. بص عليه، هو كله على بعضه مش هياخد معاك 10 دقايق. انت دلوقتي مذاكر كويس، هتحل الاسئله اللي موجوده، في سؤال وقف معاك هترجع تبص ايه المشكله او الجزئيه دي كانت فين، وهيوريك لو في حاجه وقعت منك او جزئيه فلتت منك. يعني مثلا هو كاتب لك هنا it is a great feeling when you، هيبقى ايه؟ achieve ولا overcome ولا treat؟ هيبقى overcome a challenge. سؤال تاني كاتب لك helping others during hard times is something of great value، حاجه ذو قيمه. يعني هنفترض ان في سؤال انت ما عرفتوش مثلا في الاكزام ده، هتعلم عليه مفيش مشاكل، هنعلم على السؤال ده كده ونجمع الاسئله دي. اخر اليوم انت معاك مثلا 20 30 سؤال 40 سؤال وقفوا معاك خلال الست يونتات اللي انت ذاكرتهم، خلاص مفيش مشاكل. الميزه بتاعت التست ده هو انه سائل في كل حاجه، يعني سالك في الجرامر وسالك في الاكسبريشنز وفي الفوكابلريز، هيشغل ايدك. ده كتاب المعاصر، ايا كان الكتاب اللي انت هتشتغل بيه سواء المعاصر او غيره سربرايز او اي حاجه تاني، هيبقى فيه نفس الجزئيه دي، هيبقى شارح الدرس بالكامل وهيجي في اخر اليونت هتلاقيه عامل لك تيست او اكزام صغير كده تجرب نفسك فيه. ده ما تفوتوش. كده انت ساعتين خلصت اليونت بالكامل، ذاكرت الفوكابلريز والاكسبريشنز وراجعت الجرامر وحليت كمان على اليونت. سي ان انت في اخر اليوم مجمع 100 150 كلمه، دول وقفوا معاك او انت اول مره تشوفهم. طبعا انا بتكلم في الاكستريم، يعني الكلام ده مش هيحصل، اللي هيقف معاك كلمات اقل من كده بكتير. فاحنا خلينا نفترض ان الست يونتات اللي اشتغلتهم النهارده وقف معاك تقريبا 100 150 كلمه، والست يونتات اللي انت هتذاكرهم بكره برضو وقف معاك نفس العدد. فانت كده تقريبا في 300 كلمه هم دول اللي واقفين معاك او مش مألوفين بالنسبه لك. احنا دلوقتي المفروض زي ما قلنا انك دونتهم في النوت بوك بتاعتك او علمت عليهم في الكتاب. احنا دلوقتي متبقي تقريبا 25 يوم على امتحان العربي، فالانجليزي هياخد معاك 5 ايام مثلا. الفتره اللي بعد كده حاول كل يوم الصبح نص ساعه بس تبص في النوت بوك بتاعتك، تفر بس كده الكلمات دي وتحاول تتعود عليها، هتلاقيهم سبتوا تماما. لو الكلمات دي او الجزئيات دي جات لك بعد كده في اي سؤال هتعرفهم على طول. وموضوع ان انت تراجعهم في نص ساعه الصبح ده اعتبره تشغيل دماغ، ده ما فيهوش اي تضييع وقت. بعد ما خلصنا داي 1 وداي 2 خلصت اليونتات بتاعتك بالجرامر بتاعهم، داي 3 هنعمل ريفيجن على كل الكلام اللي احنا ذاكرناه ده، وهنبتدي نشتغل في الستوري. الستوري اغلب المدرسين بيكونوا عاملين ملازم بتكون سؤال وجواب للايفنتس والاحداث، تذاكرهم بالشكل ده افضل من ان انت تقعد تقرا في الستوري وتضيع فيها وقت. هتاخد معاك 5 6 ساعات مذاكره وهتطلع مذاكر الستوري كويس قوي. داي 4 هنبتدي نحل امتحانات بس. اول حاجه هتنزلها هي النماذج الاسترشاديه اللي على موقع الوزاره، نزلها على التابلت بتاعك وابتدي اشتغل عليها وحلها. يبقى اول حاجه النماذج الاسترشاديه او التريالز اللي على موقع الوزاره. تاني
تاني حاجه هنحل السنين السابقه. الامتحان هياخد معاك حوالي ساعه، وده لو كمان في اسئله وقفت معاك. انت ممكن في اليوم الرابع ده تحل 10 امتحانات مستريح قوي، وما تتخضش او تقلق لو في اي حاجه وقفت معاك. عادي، ارجع للجزئيه دي وذاكرها كويس وشوف ايه المشكله. داي 5 موجود بحيث لو في اي حاجه وقعت معاك او اي حاجه حابب تبص عليها تاني تبص عليها، مفيش مشاكل. اشتغل بالطريقه دي واتعب جدا الخمس ايام دول، مقابل ان انت هتكون ضامن درجه كويسه قوي في الانجليزي. الاسئله اللي وقعت منك او اللي انت ما عرفتهاش جمعهم مع بعض، وفي اخر اليوم حاول تدور عليهم. انت لو مستواك كويس اي نعم هياخدوا منك وقت شويه، بس الاجابات مجرد ما هتعرفها هتثبت. اما الحل الثاني هو انك تجمع كل الاسئله اللي وقفت معاك وتبعتهم للمستر بتاعك او تبعتهم على الجروب بتاع الدرس، والمستر بتاعك يجاوبهم لك مره واحده وتاخدهم وتذاكرهم وتحفظهم. وتاني بفكرك ان الموضوع كله معتمد عليك، يعني انت اللي هتذاكر وانت اللي هتحفظ. انا بس بحاول انظم لك الدنيا واوريك الخطوط العريضه اللي انت تشتغل جواها. وعشان تخلص الانجليزي في 4-5 ايام انت محتاج مذاكره من 10 ل 12 ساعه في اليوم، خاصه لو انت مذاكره قبل كده اي كلام. حاول تبدا يومك بدري، يبقى 6-7 الصبح تكون صاحي وتبتدي تشتغل. تخلص اول 8 ساعات على الساعه 3 او الساعه 4، وتاخد ريست ساعتين او 3، ونذاكر بالليل 4 ساعات تاني. انت محتاج الوقت ده ومحتاج الساعات دي عشان تخلص وتخلص كويس. الانجليزي مجرد ما تفنشه هيتركن خالص لحد يوم الامتحان. حتى لو انت مذاكر انجليزي قبل كده اي كلام، بس انت التزمت بالطريقه دي واشتغلتها بما يرضي الله، هتقفل او هتنقص بالكتير درجه درجتين. لو في اي جزئيه عاوزين نفصلها اكتر او اي حاجه حابين تسالوا عليها اكتبوها لي في الكومنتات.